السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا تكونوا بألف خير. عاملين ايه؟ بتعملوا فلوس وبتحققوا نجاح ودنيتكم بتتطور، ولا قاعدين في تحديات الحياة ومشاكلها؟ لو في مشاكل الحياة وفي تحدياتها ولسه الدنيا مش قد كده، تعالى معايا انا هشرح لك دريم واي شرح مبسط جدا، عشان الناس بتشوف الشرح التاني يقول لك 45 دقيقة الموضوع كبير. تعالى يا سيدي نختصر ونتكلم سريعا. الموضوع عبارة عن ايه؟ الفكرة وما فيها. بسم الله، سمي معايا كده الله وركز معايا وانا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل. شوف كده معايا، واتمنى تكون شايف الشاشة كويس واضحة قدامك في الشاشة. بص يا سيدي، الموضوع الشركة اسمها دريم واي. انا بكتب بالانجليزي بس كل كلمة بقولها بالعربي، تمام؟ طيب، دريم واي، شركة دريم واي قائمة على حاجة اسمها وورد اوف ماوث. الوورد اوف ماوث ده يا صديقي الدعاية بالمشافهة. يعني ايه دعاية بالمشافهة؟ دي حاجة انت اصلا بتعملها في حياتك بشكل تلقائي كل يوم. ازاي؟ ببساطة شديدة، انت كام مرة مثلا بيبقى مثلا ماسك التابلت ده، مثلا واحد صاحبك يشوفك يقول له الله ده جميل قوي، ده نوعه ايه؟ تقول له والله ده سامسونج مثلا. يقول لك طب هو حلو بجد؟ يعني يستاهل ان انا ادفع فيه فلوس؟ تقول له والله يا عم ده حلو جدا، ده كويس جدا، ده ممتاز على فكره، وهيساعدك وهينفعك جدا، ده نافعني والله، حلو قوي. فصاحبك خد كلمتك ثقه ونزل دفع 50,000 جنيه واشترى التابلت مثلا. شركه سامسونج بتتصل بيك تقول لك متشكرين جدا ليك ان انت خليت صاحبك ينزل يشتري التابلت بتاعنا ويدفع 50,000 جنيه. اكيد لا، ده ما بيحصلش. بلاش كده يا سيدي. كام مرة خدت صحابك وطلعتوا تعالى يا عم تعالى ناكل، وانتوا رايحين على مطعم، ده في مطعم حلو قوي انا بحبه جدا وبتاع، تقوم واخده ورايحين تاكلوا. بيجي صاحب المطعم بعد ما اصحابك راحوا وطلعوا فلوس ودفعوا، بيجي يقول لك متشكرين ليك جدا، كتر خيرك، انت اللي تسببت لنا في الدخل ده، امسك مكافأة، خد ساندوتش هدية. مفيش يا فندم الكلام ده، صح؟ دي حاجة اسمها وورد اوف ماوث، الدعاية بالمشافهة. احنا درسناها والله في الكلية، درسناها في الجامعة، درسناها في جامعة القاهرة. الدعاية بالمشافهة ان انت بتشتري المنتج، وبناء عن تجربتك للمنتج بتبدأ تتكلم مع الناس بمصداقية، تقول لهم يا جماعة ان المنتج ده كويس جدا ودي تجربتي معاه. فدريم واي عاملة نفس القصة، بتقول لك ان حضرتك لما تشتري المنتج بتاع الشركة، خدمة من خدمات الشركة، وتبدأ تسوق ليها، ليك عمولات، ليك كوميشن بلان، خطة عمولات 6% و3% عمولة مباشرة على الشخص اللي هيجي عن طريقك، انت هيسجل عن طريقك، وعمولة غير مباشرة على الناس اللي مش عن طريقك كمان. يعني ايه؟ تعال شوف معايا ازاي. اول حاجة، احنا شغالين في ايه؟ احنا شغالين في حاليا انا بتكلم حاليا، احنا هيبقى في عدة خدمات مستقبلية. اللي شغالين حاليا حاجتين، حاجة اسمها اجزني، زائد حاجة اسمها انجزني. ايه بقى انجزني واجزني؟ اجزني اجازة، بتروح تاخد ولادك ومراتك وتاخدوا شاليه وتشوفوا البحر وتنزلوا البحر وتاكلوا وتشربوا وتنبسطوا وتروحوا، اللي بتعملها اي شركة سياحة او اي شركة حجوزات سياحة، سهلة، تمام؟ احنا بنقدم لك نفس الخدمة دي. حضرتك الباقة اللي بتشتريها بتاخد خدمة الاجازة، ومعاك مدة كمان تسافر في الوقت اللي انت عايزه، تمام؟ جميل. قدام هيبقى في اماكن اكتر. احنا النهاردة عندنا بس العين السخنة، دي اللي مركزين عليها. قدام هيبقى في شرم الشيخ، هيبقى في الغردقة ان شاء الله، هيبقى في مرسى مطروح، هنستلم شاليهات بتاعتنا ملكنا. فلو احنا النهارده بنطلعك بسعر، صدقني قدام هنطلعك بسعر احسن بكتير. ليه؟ لان الحاجه هتبقى ملك الشركه. فايه المانع ان الليله مثلا لو ب 3000 جنيه انا هديها لك يا عم ب 1000، بتمن ليله هقعدك 3 ليالي، مفيش مشكله. احنا ما خسرناش حاجه، ولكن كسبنا رضائك
وكسبنا ان الناس انبسطت جدا من دريم واي وفرحانه بدريم واي، وهتطلع تعمل ايه؟ وورد اوف ماوث، دعايه بالمشافهه، لان هو ده الوسيله التسويقيه اللي الشركه شغاله بيها. يعني الشركه موفره كل مصاريف التسويق، انها تعمل تسويق على التلفزيون او في الشارع او يفط في الشارع او، وبتخليه كل الفلوس او الحصه بتاعه التسويق والاعلان بتخليها ليك انت المستخدم، انت المشتري، بتقسم النسبه دي على حضرتك وعلى كل الناس معاك اللي هتسوق للشركه. والمبيعات لما تتعمل حضرتك بتاخد العموله، النسبه بتاعت الاعلان الدعايه والاعلان متخصصه ليك انت، وانت في بيتك تاخدها لمجرد ان حضرتك ايه؟ بتعمل تسويق للشركه. طيب ازاي؟ بيبقى شكلك كده بالشكل ده، تمام؟ بيبقى ليك دراع يمين ودراع شمال، وليك عموله 6% عموله مباشره، وليك عموله 3% غير مباشره. ال 6% دي سهله جدا، بتجيب واحد يشتري المنتج، مثلا حطيته انت بتحطه في اليمين او في الشمال. نفترض مثلا جبته في اليمين، اشترى مثلا سفريه مثلا 5 ايام ب 10000 جنيه مثلا. سمعت عندك مبيعات 10000 جنيه في اليمين، تمام؟ حلو قوي. خدت كام؟ 6%. 10000 جنيه 6% من 10000 600 جنيه. حلو، جميل جدا. ال 3% قصتها ايه؟ ال 3% هي الاهم، دي العموله الغير مباشره، بتاخدها على الناس اللي انت بتجيبها والناس اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم الى ما لا نهايه. يعني ايه؟ تعالى معايا شوف. اول حاجه ال 3% دي ليها شرط. ايه هو الشرط؟ انك تجيب واحد يمين واحد ايه؟ واحد يسار، لازم عشان ال 3% تشتغل. طيب انت جبت واحد في اليمين، هتروح تجيب واحد فين؟ في اليسار، في الجهه الثانيه. حلو قوي. هتعمل ايه؟ هتقوم عامل كده بالشكل ده كده. جبت واحد فين؟ في اليسار. جميل. مثلا سجل بكام؟ خد سفريه بس، قال لك انا معيش غير 8 ليلتين، خد ليلتين بكام؟ ب 5500 جنيه مثلا. سمعت عندك كام؟ 5500 جنيه مبيعات فوق هنا اهي 5500. كده ال 3% بدأت تشتغل كده، تمام. بتتحسب ازاي؟ بتتحسب على الجنب الاصغر، 5000 في الشمال يتقفل قصادها 5000 من اليمين، وتاخد 3% على 5000. واصله؟ وال 5000 دي خلاص انت قبضت عليها، خلاص بقى انت خدت عليها 3% بتاعتك، ويتشال قصادها من هنا 5000. يتبقى كام؟ 5 لسه ما قبضتش عليها. طب الشخص ده مش عنده يمين وشمال؟ راح جاب واحد. حضرتك الشخص ده اول ما جاب واحد مثلا سجل بكام؟ ب 30000 مثلا. سمعت عندك انت فوق ايه؟ 30000 جنيه، مع ان مش انت اللي جايبه، هو اللي جايبه، بس انت ليك في عموله. العموله الغير مباشره ال 3%. انت كان عندك متبقي كام؟ 5000 في اليمين، تتقفل مع 5 من الشمال وتبقى زيرو، وهنا يتبقى 25000 لسه ما قبضتش عليها، وتاخد 3% من 5. راح ده عنده دراع يمين ودراع شمال، جاب اخوه اشترى بكام؟ ب 60000 مثلا. اصبح عندك هنا 60000 جنيه مبيعات في جهه اليمين، وهنا متبقي 25000 في الشمال، تتشال وتبقى زيرو، ويتشال قصادها من هنا 25، يتبقى 35000، وتاخد 3% من 25 اللي احنا شلناها. فده بيجيب وده بيجيب وده بيجيب وده بيجيب وده بيجيب وده بيجيب، وانت عمال تاخد 3% 3% 3%، وانت نايم وانت موبايلك مقفول. طب حلو قوي. عندنا خدمه انجزني. خدمه انجزني دي للناس اللي خايفه ما تعرفش تبني فريق. احنا هنبني لك فريقك وهنساعدك في بناء الفريق. بنسجل لك ناس تحت منك. عندك باقات الصغيره خالص ب 2500 جنيه، الشركه بتسجل لك شخص واحد. الباقه اللي ب 5500 جنيه الشركه بتعمل لك 3 مبيعات ل3 اشخاص، بتسجل لك 3 اشخاص. الباقه اللي ب 10500 جنيه الشركه بتسجل لك 7 اشخاص. ودي اقل فئه، دي اسمها الهارد باكجز.
الهارد باكج دي اقل حاجه خالص، عدد الناس فيها كتير قوي، والدور لانها بتبقى بالدور، اول ما بيجي عليك الدور يعني لازم الناس اللي قبلك ياخدوا حقهم، فالدور ساعات بياخد وقت شويه لان الناس فيها كتير. طيب السمارت اللي هي بنقول ان معقوله ان الناس تبدا بيها ما تقلش عنها ال 30000 جنيه، الشركه بتسجل لك 30 شخص. ال 60000 جنيه الشركه بتسجل لك 70 شخص. ال 90000 جنيه الشركه بتسجل لك 120 شخص. سهله؟ فانت لما تبقى داخل والشركه تسجل لك 120 شخص، حلوه لذيذه ولطيفه. لو جيت حسبت ال 90000 جنيه على متوسط تسجيلات مثلا 30000، 120 لو ضربت 120 في 30000 جنيه وحسبت 6%، العموله المباشره بس تجيب لك ارباحك، تجيب لك فلوس انت دفعتها يعني ضعفين او 3 اضعاف الفلوس اللي انت دفعتها. هترجع فلوسك بسرعه باذن الله، والباقي بعد كده يبقى كله ربح، يبقى بروفيت. ده بالاضافه لاي حد او بيعه حضرتك بتعملها بنفسك، ده زياده عن اي مبيعات حضرتك بتعملها بنفسك، ده مساعده من الشركه. فدي حاجه حلوه جدا. لو عايز الشرح المفصل، عندك فيديو شرح عرض كامل، عرض كامل 2025، عرض عمل 2025، خش شوفه بتفاصيل شديده جدا وبتركيز شديد جدا، وافهم الموضوع عامل ازاي. هتستوعب ان شاء الله اكتر بكتير من الفيديو البسيط ده. بالتوفيق لكم جميعا. دريم واي هتكسر الدنيا ان شاء الله. يلا بينا.